طيب تعالوا خبر مهم جدا. من المفترض بكره، مش عارف تم تأجيل لجنة المسابقات على حد اعتقد، هتسمعوا الفترة الجاية حرس الحدود يفوز على الزمالك 2-0. حرس الحدود نتيجة المباراة ستحسم لحرس الحدود 2-0. انتوا عارفين كان في مباراة امبارح، كان الزمالك متقدم بهدف لمحمد ابراهيم وتعادل احمد صافي لحرس الحدود، وانتهت المباراة في الشوط الثاني بعد 5 دقائق دخل حوالي 20 واحد، ضربوا بعض الباراشوتات ولا بعض الشماريخ في الملعب وعلى المدرجات، قعدوا 3-4 دقائق وراحوا خرجوا، واتقبض على 6-7 منهم، جزء منهم كان من المطرية. والنهارده اجتمعت لجنه الانديه، كان الدكتور كمال درويش موجود. لجنه الانديه بقى قعدوا يتكلموا وبتاع، الدكتور كمال لا ما ينفعش، دول شويه بلطجيه، دول مش جمهور الزمالك. ابتدت لجنه الانديه لا انت اللي حطيت اللائحه ولابد انها تطبق. فقيل ان لجنه الانديه خدت قرار باحتساب مباراة حرس الحدود 2-0 لنادي حرس الحدود على الزمالك رغم انتهاء المباراة بالتعادل، وان هو لابد من تطبيق اللائحة. وقيل داخل لجنة الأندية ان احنا لو ما طبقناش اللائحة كل نادي هيقتحم، وبعد كده جمهور الاهلي يقتحم، وبعديها ما اعرفش جمهور الاسماعيلي يقتحم، وجمهور المصري يقتحم، وجمهور الاتحاد يقتحم، وكل جمهور هيقتحم، والدنيا هتبوظ والدوري مش هيكتمل. فعشان يكون في شيء رادع لابد من طبعا احتساب النتيجه. ومن ضمن الحاجات بيني وبينكم برضو ان الزمالك ما كانش كسبان، يعني الزمالك ليه نقطه، ففي لجنه يقول لك بلاها نقطه بس نعمل نظام ونمشي على اللوائح. اي نعم، احقاقا للحق اللوائح لا تطبق بداية الا على الزمالك. يعني حصل قبل كده السنة اللي فاتت وقلت هذا الكلام من اقتحام، وكان مازن مرزوق في ذاك الوقت، ودخلت في مشادة كلامية، كان الاهلي ومعرفش مين فاكر ودخل جمهور واقتحم الملعب، وقلت انتوا عندكم لائحة بتقول كده. قال بس هو الحكم ما لغاش، بس هو معرفش ايه، كلام من هذا القبيل، فاكرين البرنامج. ولكن مش مهم تطبق على الزمالك الاول وما اتطبقتش على الاهلي قبل كده، لا بس لابد انها تطبق. جمهور الزمالك يزعل شويه بس تطبق عشان يمشي النظام، عشان حتى يعني يعرف الجميع ان الزمالك تطبق عليه اللوائح رغم قسوتها في بعض الاحيان، ورغم عدم تحمل مسؤوليه ما حدث من قبل مجلس ادارته ولاعبيه، ولكن تطبق عشان النظام يمشي، ويكون اللي وضع ده النظام ده عليه قبل غيره يكون نادي الزمالك. طيب معانا